تعالوا هنعمل مع بعض النهارده بقى الكحك الناعم اللي بيبقى دايب دوب ده حلو كده وهش وحلو ودايب وناعم معايا. ده الكحك اللي هو بسكر. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بنبدا دلوقتي في عمايل الكحك والبسكوت. ده شكله كده اهو معايا بعد ما استوى. طبعا بتعمليه على ايدك بيبقى حلو جدا وبيقطع معانا كتير. طبعا بيطلع معايا كميه حلوه. يلا قبل ما نبدا بقى نقول بسم الله. ما ننساش نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد، وفعلي زر الجرس ودوس على كلمه الكل وفعلي زر الجرس. وما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ونقول بسم الله بقى كده. هنقول لكم بقى المقادير. بسم الله. انا هنا معايا كيلو دقيق. طبعا كيلو دقيق ده مخصوص للمخبوزات او الكحك والبسكوت. هنا هنجهز الخميره الاول. معايا هنا معلقه صغيره خميره، هنحط عليهم معلقتين سكر وهنحط عليهم نص كوبايه ميه وقلبيهم واركنيها بقى لغايه ما تكوني بقيه المقادير الباقيه. وهنقول لك احنا هنعمل ايه بيها دلوقتي. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واكتبي لي تعليق حلو كده واعملي لي اعجاب وشيري الفيديو. كده الخميره اهي خلاص هنسيبها بقى. هنا معايا كيلو الدقيق هننخله. طبعا انا هعمله في العجان. انت عايزه تعمليه على ايديكي ماشي اعمليه اي حاجه. لو مش عندك عجان اعمليه على ايديكي عادي هيتعجن برضو كويس. هنا ده كيلو دقيق شلت منهم 3 معالق دقيق، وانا هقول لكم دلوقتي انا شلت منهم 3 معالق دقيق ليه. كده اهو نخلت الدقيق خلاص. هنا بقى معايا معلقه ونص نشا على معلقه ونص باستري كريم. الباستري كريم ده بيخلي الطعم بتاع الكحك زي المحلات بالظبط، بيديله تيست حلو قوي وطعمه حلو. او لو مش عايزه تحطي باستري كريم ممكن تحطي معلقه ونص كريم شانتيه. الكريم شانتيه او الباستري كريم هيخلي لك طعم الكحكايه دايبه جدا وناعمه معاكي، والنشا برضو هتخليها ناعمه معاكي. هنا معايا بقى ربع معلقه بيكنج باودر. هنا معلقتين سمسم محمصين، انا بحب احط محمص كده. معلقه ريحه كحك. هنحط عليهم معلقتين سكر. هنا رشه الملح. طبعا رشه الملح دي معانا في كل المعجنات. هنا هنحط معاهم بقى كده المعلقتين سكر. يبقى احنا معانا ايه؟ كيلو دقيق شايلين منه 3 معالق دقيق، حطينا مكانهم معلقه ونص نشا ومعلقه ونص باستري كريم. تمام كده. وحطينا عليهم معلقتين سمسم، رشه ملح، معلقه ريحه كحك، وربع معلقه بيكنج باودر. كده تمام. هناخدهم بقى على العجان وشغلي كده على اول سرعه العجين او الدقيق والمكونات كلها تدخل في بعضها. دي معايا 550 جرام زبده. انا مسيحاها، هي مش سخنه قوي يعني، دافيه شويه كده. بنحطها. احنا مش بنقدح الزبده على فكره عشان ما يحرقش على صدرنا او يعمل حموضه واحنا بناكله. هنا طبعا هنحط الزبده عليه او السمنه. وهو شغال العجان او انت بتبسي برضو على ايديكي يفضل بقى يبس معاكي كده. هيفضل يبس معاكي. الاهم حاجه والنجاح بتاع الكحك ده انك تبسي العجينه حلوه قوي عشان يطلع معاكي ناعم جدا زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. تابع الفيديو اللي معايا للاخر علشان فيه تفاصيل حلوه. هنا خلاص اتبس حلو قوي حوالي 10 دقايق كده بس في العجان. زي ما انتم ما شايفين كده العجينه ناعمه قوي كده. شايفين؟ انا لو عجنتها كده بايديا هتتشكل. بس طبعا لسه هنحط لها الخميره وشويه الميه بتاعتها اللي هي نلم بيها العجينه. كده اهو بوريها لكم. هقول لكم بقى يلا تعالوا ناخدها تاني عشان نحط عليها الخميره والميه ونلمها. زي ما انتم ما شايفين ناعمه معايا حلوه قوي اهي. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما ننساش بقى نعمل اشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك. يا ريت تعملي لي اعجاب وكومنت حلو وشيري الفيديو عشان يوصل لاي عدد. هنا معايا بقى اهو الخميره هندوبها كده. هنروح بقى نحطها ونشغل على السرعه الاولى. هنا شغلي على السرعه الاولى وحطي بقى شويه الخميره اللي هي بالميه اللي احنا مدوبينها. طبعا احتاج معاكي ميه واحنا مش بنعجنه كتير يا جماعه عشان ما يعملش عرق معانا. احتاج معاكي تاني ميه على حسب بقى الدقيق. ممكن الدقيق اللي عندي يختلف عن اللي عندك، فانتي برضو بتشوفي العجينه بتبقى محتاجه ايه. لو لقيتيها لسه زي قاسيه معاكي او ناشفه معاكي حطي شويه ميه تاني ربع كوبايه. يعني انا المقدار ده اخد معايا بالظبط كوبايه ميه. وكده اهو زي ما انتم ما شايفين العجينه اتلمت معايا وبقت حلوه جدا اهو. بصوا ما فيهاش مطه وهي كده ادامه بتتقطع معاكي على طول. كده العجينه بتاعتك ناجحه زي ما انتم شايفين كده اهو وبتتشكل معايا ما بتتشققش.
وما فيهاش اي تشققه ولا اي حاجه، والنعمه حلوه جدا معايا. هنحطها بقى في طبق ونحط، يعني نقفل عليها بالكيس او دخلي الطبق في قلب كيس. شايفين؟ بوريكم العجينه بتتقطع معايا ازاي، حلوه جدا. كده ده من نجاح العجينه اللي هي عجينه الكحك الناعم. خلاص. عايزه بقى تحشي، تحضري الحشوه بقى العجميه بتاعته، احنا بنحبه ساده، بنرش عليه سكر وبنحبه ساده. عايزه تحشيه ملبن ماشي. ان شاء الله بكره هنزل لكم الفيديو بتاع الكحك ابو عجوه، لانه بيبقى مختلف شويه عن ده. كده خلاص هنسيبها شويه بقى تستريح قيمه 10 دقايق كده، ونرجع نشكلها معايا. كده هنشكلها معايا بقى. انا باخد حته كده وبدعكها بايديا واجي برماها عاملاها زي الكوره. تعملي بقى المقاس الصغير اللي انت عايزاه، بقى مقاس وسط. وبالبصمه بتاع الكحك اللي انتوا شايفينها دي بنبصم بيها. وهنعمل لكم تاني بالمنقاش شكل تاني برضو. بصي بتكوري كله كده، وبتيجي رصاه في الصاج وتدوسي عليه بالبصامه. البصامه دي بتسهل عليكي حلو قوي، يعني بتسهل عليكي الوقت اهو كده، بتدوسي عليه كده. تمام. هنخلص الكميه كلها وهوريكم بقى اللي هي بالمنقاش. بالمنقاش شكلها حلو قوي كده. بتجيب المنقاش بقى اهو، بتشكلي بقى. بصي تفنني، عندك اي رسمه عايزه تعمليها اعمليها. مش شرط الرسمه اللي انا بعملها او غيري بيعملها، لا. انت بصي، انت وذوقك ممكن تفنني، ممكن تطلعي احلى من ده. فالتشكيل ده بيرجع لك انت. احنا طبعا بنعمل الكوره حوالي 10 جرام او 15 جرام بالكتير، عشان ما تبقاش الكحكايه كبيره. وشكلي بقى زي ما انت ما شايفه كده الشكل اللي انت عايزاه. عايزه تعملي بصامه، عايزه تعملي اللي هي الفورمه بتاع الكحك دي بتاع زمان اللي كانت عندنا زمان دي، اعملي بيها عادي. انا بفضل المنقاش بالنسبه لي انا، والبصامه. كده خلاص هنخلص الكميه كلها وارجع لكم. شايفين بقى بعد ما خلصنا التقريص كلها، الكيلو قطع معايا هنا 2 صاج وصينيه صغيره كده. ده شكل المنقاش، والتاني ده شكل البصامه اهي زي ما انتم ما شايفين. الكحكايه ما بتشققش معايا وزي الفل. وده كده الصينيه اللي هي الاخيره. هنا طبعا هنسيبهم بقى يستريحوا حوالي ربع ساعه او نص ساعه في مكان دافي، وتكوني مدفيه الفرن او مولعه الفرن من بدري. بيستوي معاكي على درجه حراره 150، لان ده مش محشي. تمام. درجه حراره 150 160 بالكتير. كده اهو خلاص. ده شكله بقى بعد ما استوى معايا. بسم الله ما شاء الله، طالع حلو جدا، وطالعه هشه، وطالعه ناعمه حلوه قوي الكحكايه، ومش مكبوسه. والكحكايه صغنونه خالص كده، حلوه يعني على قد الايه الاكله، يعني تاخديها قطمه واحده وخلاص. بدل ما نعمل الكحك كبير وحد يقطم منه يسيب الباقي وكده، لا، هي الكحكايه كلها بتتاكل في وقت واحد يعني. بألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين.